بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه وباحسن حال. النهارده ان شاء الله هنطبخ مع بعض الكوسه من غير لحمه، هنطبخها وضيحي خالص. بس الطريقه حلوه جدا وسهله جدا جدا، ازاي تبقى مستويه معاكي ومش مهريه، وكمان طعمها حلو، اللي ما بيحبهاش هيحبها. وعلى فكره الكوسه فيها غذاء مفيد جدا جدا، لو عندك حد ما بيرضاش ياكل الكوسه هياكلها باذن الله بعد ما تعمليها بالطريقه دي. يا رب تستفادوا من المحتوى اللي انا بقدمه، يا رب يعجبكم الفيديو تستفادوا منه. ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندي الكوسه اللي هشتغل بيها. بنجيب الكوسه رفيعه كده، هي ديت للطبيخ. هنبدا بقى نشيله منها الجزء ده، تبقى كده ونحكها كده بالشكل ده كده. ونعمل واحده كمان هتبقى بالشكل ده كده. ولما نخلصها خالص هنقطعها. دلوقتي بقى بعد ما نغسلها هنقطعها بالشكل ده. تحاولي كلها تبقى ايه نفس الحجم كده عشان تستوي كلها سوا واحد مع بعضها. برضو هنقعها في ميه تاني. دلوقتي انا غسلتهم كويس جدا لحد ما نضفوا ونقعتهم، وهبدا بقى اصفيهم الميه واروح عند البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا هنا سيحت السمنه، هبدا احط عليها بصلايه مفرومه، بصل على ثوم ده مفروم. هديله تشويحه بس كده يدبل بس. دلوقتي بعد ما دبل شويه كده هبدا انزل بالكوسه اللي عندي. الحركه دي طبعا هتخلي الكوسه تاخد من طعم البصل والثوم اللي انا حطاه ده، وكمان هتسرع في السوا بتاعها بحيث ان هي ما تبقاش مهريه وتبقى مستويه كويس جدا. هبدا بقى اقلب. هحط معاها مرقايه والبهارات بتاعتي. انا ما عملتهاش باللحمه، انا عامله جنبها فرخه وهحط عليها شوربه الفرخه. هحط مرقايه، شويه فلفل اسود، شويه كزبره ناشفه، شويه بابريكا. نبدا كده نقلبها على بعض، وهغطيها على نار هاديه كده شويه تاخد من طعم بقى البهارات بتاعتنا دي والبصل والثوم. وبعدين اجهز لها بقى، اضرب لها الطماطم في الخلاط وارجع لها تاني. دلوقتي بقى هنشوفها اهي. هي طبعا بتنزل نسبة مية لان هي فيها مية، وانا محطاها على نار واطية خالص علشان خاطر ما تتحرقش مني. انا دلوقتي جهزت عصير الطماطم، هبدأ احطه عليها. اديله تقليبة كده، وطبعا علشان لونها يبقى حلو هحط لها معلقة صلصة او كيس صلصة من الصغير. انا عندي هحط لها دلوقتي معلقة صلصة. معلقة صلصة اهي عشان تعزز اللون عندي. طبعا طالما حطيت معلقة صلصة لازم احط لها شوية سكر صغيرين عشان خاطر لسعة الصلصة تروح. دول شوية سكر صغيرين جدا. هنبدأ بقى نقلبها كلها كده، وطبعا هزودها في الوقت ده شوية شوربة. انا عندي شوربة فراخ وكمان شوية توم مفرومين. دلوقتي انا مجهزة اهو توم، انا خرطته. تقدري تفرميه او تدقيه او زي ما هو كده تخرطيه، يعني ما ينفعش تحطيه صحيح، تخرطيه يعني. المهم اهو هبدأ احط عليه توم واحط بقى عليه شوربة الفراخ. لو عندك شوربة لحمة حطي الشوربة اللي موجودة عندك اعملي بيها، ولو هتعمليه باللحمة انا عندي شوربة فراخ اهي. اهي طبعا هتديها طعم حلو جدا.
ممكن تعمليها باللحمه عادي. انا عملت قبل كده الكوسه بالقوانص. لو عايزه تعملي الطريقه بنفس الطريقه كده، بس تحطي اللحمه، ويا ريت اللحمه تكون مستويه من قبليها عشان الكوسه ما بتاخدش سوا كتير. فلو حبيتي تعملي الكوسه لو حبيتي تعملي الكوسه تسويها السوا بتاعها، بيبقى ما بياخدش وقت زي اللحمه. فاللحمه تكون مستويه على الاقل نص سوا او سوا كامل. دلوقتي بقى هغطيها واسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي، وبعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي هي استوت زي ما انتم شايفين كده، لونها حلو جدا وشكلها حلو جدا جدا. هبدا بقى اقدمها جنب الرز. يلا دلوقتي بعد ما قدمناهم هنقدمهم بالشكل الحلو الجميل ده. طبعا بالنسبه للملح انا ما بحطش ملح خالص، لان انا بحط مرقايه دجاج وبعدين بضيف الشوربه. الشوربه بيبقى عليها ملح، فانا ما اقدرش احط ملح غير في الاخر خالص. وكمان الملح بيأخر السوى، فانا لما في الاخر خالص بدوقها حسيت ان هي عايزه شويه ملح صغيرين بحطهم، مش عايزه ملح ما بحطهوش. يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.